لا انا هنا بقى قلت انا اجرب بنفسي، لانها لو نجحت بجد هتبقى تحفه. انا بالنسبه ليا انا هتنفعني قوي. انا عندي ليا ابني الصغير ما بياكلش خالص فواكه كتيره جدا، ما بياكلهاش، ومن ضمنها الكاكا. وطبعا كلنا عارفين ان هي يعني فوائدها ما شاء الله كتيره جدا، ومن الفواكه المميزه جدا جدا في الشتاء. فانا قلت لا انا هجرب بقى الترند اللي بيقولوا عليه ده، واقول لكم هعمله معاكم، واقول لكم النتيجه هتطلع معايا ازاي. هقول لكم حلوه تستاهل ان انا اجربها، ولا لا ما تستاهلش وخلاص بقى فشلت معايا ما يحصلش حاجه. فانا هنجرب مع بعض، واستنوا كده لاخر الفيديو هنشوف هتطلع معانا عامله ازاي. جبت عندي 4 حبات من الكاكا، ويفضل او لازم تبقى مستويه. تبقى مستويه هتبقى سهله معايا ان انا اخد اللحم بسهوله من الكاكا. جهزت عندي كده 4 حبات من الكاكا، قطعتهم بالشكل ده كده. وهبدأ اجيب معلقة عندي علشان اشيل اللحمة، انا عايزة اخد اللحمة بس القشر مش عايزاه خالص. وفي انواع من الكاكا بيبقى فيها بذر من جوه، طبعا البذرة دي هشيلها تماما برضو. لو انا فتحت واحدة لقيت فيها بذرة بستثنى البذرة دي خالص وبشيلها خالص من الكاكا بتاعتي. هجيب طبق جنبي كده وهنزل احط فيه اللحم اللي انا بطلعه من الكاكا. كل ما تبقى طرية او مستوية كل ما هتكون سهلة معايا. شايفين بمنتهى السهولة انا بطلع اللحم بمنتهى السهولة. هجيب بقى الخلاط بتاعي عشان احنا كل خطواتنا النهاردة هتبقى في الخلاط. انا مش هستخدم نشا، مش هستخدم دقيق ولا كاستر ولا اي مادة ربط ولا جيلاتين ولا اي حاجة خالص. الصراحة ما كنتش مصدقة ان هي ممكن تطلع بالطريقة دي او بالشكل ده، بس بجد ما جربت عرفت بقى ان هي لا هي فعلا يعني هقول لكم على النتيجة في الاخر. جبت الخلاط هنزل فيه بالكاكا بتاعتي ال4 حبات كاكا اللي انا عملتهم معاكم، وهنزل عليهم بكوبايه من الحليب البارد. تمام بالشكل ده كده. وهنزل الكوبايه دي معيار 250 جرام يعني ربع كيلو. وهنزل عليهم كمان بمعلقه من السكر البودر. تقدري تستغني بقى عن السكر هنا خالص. الوصفات اللي انا شفتها ما فيهاش سكر، تقدري تحطي معلقه عسل ابيض او عسل اسود. تقدري زي ما تحبي، بس انا الصراحه حبيت ان انا احط السكر. حطيت معلقه سكر بودر، وحطيت معلقه كبيره من الكاكاو الخام، مش بدون سكر خالص، الكاكاو بدون سكر. واديتهم ضربه حلوه قوي كده في الخلاط، وبقى عندي القوام بالشكل ده، لا هو تقيل ولا هو خفيف. تمام. احنا كده وصفتنا خلصت خلاص، مش في حاجه تانية هنستخدمها. هجيب بقى البولات اللي عندي او كوبايات او اي حاجه انت عايزه تغرفي فيها. المقدار ده عمل لي 4 بولات حلوين قوي. شايفين بالشكل ده كده. انا صبيتها في الكوبايات اللي عندي، اي حاجه بقى تقدري تستخدميها، بولات كوبايات كاسات اللي نفسك فيه. في المرحله دي هاخدها بقى ادخلها التلاجة عندي. وانا الصراحه سبتها في التلاجة 3 4 ساعات كده، يعني كنت عاملاها الصبح وبعد الظهر كده طلعتها من التلاجة. لما طلعتها لقيتها متماسكه جدا، ولقيتها عامله معايا زي الكريم كراميل، يعني منزله صوص كده عامل زي الكراميل. فانا قلت لا انا افضل ان انا اقلبها، لو قلبتها تبقى شكلها اشيك. فانا الصراحه جربت قلت هقلب واحده وهشوف هتطلع شكلها عامل ايه. بس طلعت معايا تجنن. شايفين اللمعه بتاعتها وحلاوتها حلوه قوي. تقدري بقى تزوقيها بقطع من الكاكا، تقدري كمان تزوقيها بشوكولاته خام او فرماسيل زي ما انا زوقت كده، او سبرينكلز ملون. اي حاجه موجوده عندك هتقدري تستخدميها، او ساده. هي ساده اصلا شكلها تحفه. شايفين الصوص اللي نزل منها عامل زي صوص الكريم كراميل. طعمها بقى خطير، يعني مش عايزه اقول لك تجنن. قريبه قوي قوي من الدونيت او بودنج الشوكولاته. انا عندي ابن صغير ما بياكلش البودنج الكاكا خالص خالص. فطبعا انا اكلته منها وهو ما يعرفش. ما يشوف الفيديو بقى عاد بخاف ياكل مني اي حاجه، اقول اشوف الفيديو الاول وبعدين اكل. بجد حلوه قوي قوي قوي. جربيها تعجبك جدا. يعني مش في اسهل من كده. لو الولاد عندك ما بيحبوش الكاكا او كده، ممكن تدخليها جوه حاجه كده حلوه وطعمها مش باين نهائي، وطعمها حلو قوي. وتقدري تبدلي معلقه السكر البودر بمعلقه عسل ابيض او عسل اسود، هتبقى حلوه قوي قوي كمان بدون سكر للناس اللي مش عايزين يضيفوا سكريات كتير. بجد حلوه قوي قوي قوي، تستاهل التجربه. وميرسي جدا للي اخترع الوصفه.